سيلف كونفيدنس يا جدعان، سيلف كونفيدنس دي ممكن تبقى بجد اهم حاجه ممكن تعملها. انت مش ملاحظ طالعه منها كميه حاجات غير طبيعيه؟ يعني حرفيا طالعه منها. سيلف كونفيدنس بتديك فرحه ولا بتزعلك؟ لو انت شخص مش سيلف كونفيدنت هتلاقي في حياتك دايما بتبروكراستينيت حاجات، هتلاقي دايما بتسكند جيس نفسك. مثلا قول ان انت في مكان بابليك وعايز تعمل حاجه ونفسك قوي تعملها، بس انت شاكك في نفسك، حاسس ان ممكن حاجه ممكن تروح غلط. لو سيلف كونفيدنس. قول ان انت تعملها، اول ما انت خدت الستيب وعملتها هتبدا تسكند جيس نفسك. هو انا كنت عامل، لو ان انا عملت كده كان صح ولا غلط؟ هو انا كنت المفروض اعمل كده؟ طب افرض انا كنت عملت كده؟ طب انت مش هتستفاد لما تفكر كده؟ يعني مثلا لما انت تفضل تقول لنفسك افرض انا عملت كده، وافرض انا عملت كده، ولا افرض ده حصل، هل ده هيحصل؟ لا، انت اهم حاجه عملتها ان انت اكشلي عملت الستيب نفسها. يعني انت كويس، برافو عليك، عرفت تعمل الستيب. دلوقتي تفضل تسكند جيس نفسك وتحط نفسك في نيجاتيف ستيت؟ لا. سيلف كونفيدنس، سيلف كونفيدنس بيودي للديبريشن. لو شخص سيلف كونفيدنت في نفسه هيلاقي فرحه، فمش هيبقى ديبريست. دي حاجه تانية. ايه تاني؟ الانفيريورتي كومبلكس، اللي هو عباره عن ان انت دايما بتشوف نفسك اقل من ناس تانية، بتشوف ان انت مش بتستحق اللي بيجيلك، مع انك بتعمل حاجات وتستحق، وفي الاخر انت شايف اسف، انت شايف ان انت مش بتستحقه عشان انت شايف ان انت انفيريور لناس تانية، انت شايف ان اللي انت بتعمله مش worth it، انت شايف ان الناس التانية احسن منك. ده الانفيريورتي كومبلكس. وبيتصلح ازاي؟ بان انت تدي نفسك سيلف كونفيدنس. حاجه تانية، يا عم، ان انت تحقق اللي انت عايزه. لو انت شخص مش كونفيدنت في نفسك ان انت ممكن تحقق حاجه، انت فيلير في الحياه حرفيا. ليه؟ عشان مين هيصدق فيك اكتر من نفسك؟ انت لازم تبقى شخص عشان تبقى ناجح لازم تبقى مصدق في نفسك بطريقه رهيبه. هديك مثال. عارف دايما السليبرتيز والناس اللي جامدين فشخ في الكوره والكلام كده، دايما لما الناس بتقول لهم did you know you're going to be successful، اللي هو هل انت كنت عارف ان انت تبقى ناجح ولا لا قبل ما تنجح؟ دايما بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ايوه، انا كنت عامل حساب انجح، انا كنت عارف ان هنجح بس ما كنتش عارف انجح امتى. فاهم؟ بيكون عندهم كونفيدنس رهيب لدرجه الناس بتستوعبه كايجو. الناس اللي ما بيكونش عندهم بيربس، الناس اللي ما عندهمش سيلف كونفيدنس ودايما قاعدين في البيت كده ورا سكرين، اللي هو عارف الناس اللي دايما في يوتيوب كومنت بتتخانق، او في بوستس على ريدت بتتخانق، بس تيجي في الحقيقه مش عارفه تفتح بقها. الناس دي عندها سيلف كونفيدنس ابن وسخه، عشان كده دايما قاعدين قدام السكرين مش عارفين يعملوا حاجه. مش عارفين يروحوا في العالم الحقيقي عشان هم خايفين من الحاجه اللي ممكن تتقال لهم، خايفين من اللي ممكن يحصل لهم. سيلف كونفيدنس واطي. الناس دول دايما بيشوفوا الناس اللي بتقول انا كنت عارف ان انا انجح، ويفضلوا يكتبوا كومنتس على يوتيوب ولا بوستس على ريدت، كريزي ايجو. الناس دول عندهم ايجو رهيب. هم ازاي بيقولوا كده؟ انت المفروض تبقى ناس همبل بحياتك. انت المفروض تبقى شخص بتسترايف تووردز كل حاجه انت عايزها، وبتصدق ان انت هتنجح. وبان انت بتصدق ان انت تنجح بتدي نفسك سيلف كونفيدنس. السيلف كونفيدنس ده بيسترينثن قوتك في ان انت تنجح ولا لا، بيسترينثن الباور اوف بليف بتاعك، اللي هو يخليك تنجح في الاخر. احلى مثال على ده يا جدعان، هقول لكم حاجه. انا اخويا الكبير ما كانش بيروح الجيم معايا كتير، فهو كان مسافر لجامعه وكده، جه مصر ورحنا الجيم مع بعض. اشترك في الجيم اللي جنبي وبدأنا نروح مع بعض. ففي مره قلت له يا اخويا ما تيجي معايا نروح ل قلت له يا فلان ما تيجي معايا نروح للجيم، وانا عندي سيشن مع الكوتش دلوقتي، تعالوا معايا في السيشن مع الكوتش ونشوف هنعمل ايه، ممكن تنبسط، ممكن يعجبك الكوتش، تكون عايز تشترك معاه شويه كذا يعني. بس فرايحين الجيم ورايحين نتمرن مع بعض. لقيت بقى ان الكوتش كان معاه واحد صاحبه ده دايما بيجي معاه الجيم وبنهزر معاه، وهو عارفني وعارف اللي هو بنضحك وبنهزر مع بعض كتير، والسيشن عامه بتبقى حلوه عشان انت قاعد مع شويه من اصحابك، يعني اكتر ما هو كوتش، هو كان صاحب برضه. فانا رايح وبهزر مع الراجل، يعني حاجات دمها خفيف شويه كده، بس اللي هو عارف اللي هو بهزر، جاي بقول له كذا، الاقيه بيضحك كده، اقول له يا عم يلا نرجن بقى، ما اعرفش مين، راح الكوتش قايل حاجه وراح ربيع عليه وراح راكن، اللي هو اي حاجه هزار كده وخلاص، وكلنا بنضحك وبننبسط. اروح باصص لاخويا الاقيه قاعد في جنب ما بيعملش اي حاجه، مستغرب. رحت بصيت له كده، اللي هو يعمل حاجه يا اسطى، في انت قاعد على الجنب بتعمل ايه يعني؟ بتعمل حاجه؟ يروح جاي ما عملش اي حاجه، حرفيا ما عملش اي حاجه بعد ما قلت له كده. فبعدين راح السيشن خلصت وخلصنا السيشن وكنت بهزر مع الكوتش برضه، ومشيت سلمت عليهم كنت بضحك وما اعرفش مين. وانا ماشي بقى راجع البيت معاه بقول له هو انت ليه ما اتكلمتش خالص؟ هو انت ليه ما حاولتش تضحكهم، تقول حاجه كده تخليهم يفتكروك ولا حاجه كده؟ راح قال لي اعمل ايه يعني؟ قلت له زي كده، انا كنت قاعد ما عملتش اي حاجه ميجر، بس كنت اللي هو ما عملتش حاجه جامده فشخ، بس كنت قاعد لو بهزر معاهم ضحكتهم شويه يعني كده. قال لي انت ما ضحكتهمش على فكره، انت كان دمك خفيف. فلو فكرت فيها ثانيه، لا هو انا ما كانش دمي خفيف، هو انا كنت شخص عارف اروح قدامهم عشان عندي سيلف كونفيدنس شويه، كنت عارف اتكلم واقول حاجات في العادي اللي شخص تاني قالها ممكن يبقى دمه خفيف، لكن انا عشان بقولها بطريقه حلوه بكلم الراجل وهو عارفني وانا عارفه وبنهزر مع بعض، فما بقتش دمها خفيف، ما بقتش حاجه دمها خفيف كده وهم ضحكوا. انا عندي سؤال ليك،
مين يعني هيفتكروا مين اكتر، انا ولا اخويا؟ قول ان احنا الاثنين كنا جايين يوم واحد بس، هيفتكروا مين اكتر، انا ولا اخويا؟ انا متوقع شبه مليون في المية انت تقول هيفتكروني انا. ليه؟ عشان انا ضحكتهم، عشان انا سبت امبريشن حلو عندهم. لكن اخويا ما عملش اي حاجه، اخويا حرفيا جه اتمرن ومشي، ما كانش عايز أي حاجه اكتر من كده. فالتمرين ما كانتش لذيذه قوي. فبلاحظ عامه ازاي الفرق في سيلف كونفيدنس بيغير كل حاجه. عندي اخ تاني، كل مره يكون في عزومه في البيت يروح داخل كده ويروح ماشي جوه داخل العزومه عامل كده، يروح ماشي داخل جوه باصص تحت عشان مش عايز يبص في عين اي حد حرفيا، وبعدين يجي يتكلم يروح قايل جمله وضحك على طول، حرفيا اللي هو ايوه ايوه اللي هو يا في ايه يعني. الاحظ برضو ان كده عشان هو ما بيكونش عارف يقول ايه، ودايما الناس بتريبليس قصه ان هم ما عندهمش سيلف كونفيدنس بانهم يضحكوا، حرفيا اضحك بوف على طول. فانا بس كنت عايز اثبت لك اهميه سيلف كونفيدنس وازاي حرفيا ممكن تغير لك كل حاجه. قبل ما اكمل بس يا جدعان، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي. انا عامل حسابي ان انا املاها بناس زيكم بالظبط، ناس بتتفرج على الفيديو ده، يعني ناس عايزه تحسن نفسها، عايزه تتطور في حتت معينه. فلو عجبكم الفكره وصدقني هتساعدكم، انا حاططها في اللينك بتاع الديسكربشن الفيديو ده. ارجع بقى اللي انا عايز اقوله. فانا بس كنت عايز اوصل لكم اهميه السيلف كونفيدنس وازاي هو حرفيا ممكن يغير لك حياتك. الناس بتقول لك كده كتير بس انت مش فاهم اهميته ازاي غير لما هثبتها لك. فازاي انت ممكن تبني سيلف كونفيدنس ده؟ ازاي ممكن تعليه وتدي نفسك سيلف كونفيدنس عالي؟ اول حاجه ان انت تقول حاجه وتعملها من جواك. يعني انت عارف ازاي بتوري يعني بتخلي الناس يصدقوك ويبنوا تراست ليك انت بتعملها بس لنفسك. مثلا لو انت جه واحد صاحبك قال لك انا ممكن اخد منك 100 جنيه وارجعها لك بكره ولا حاجه، وانت تقول له خلاص ماشي اتفضل، اديته 100 جنيه. لو بكره ما رجعلكش 100 جنيه وبعده ما رجعلكش 100 جنيه وعدت اسبوع وشهر وما رجعلكش ال 100 جنيه، انت خلاص حطيت مسج في دماغك، حطيت كده كود، الشخص ده او فلان ده ما بيرجعش فلوس، انا مش مصدق فلان ده، ما عنديش كونفيدنس ان فلان ده هيرجع لي فلوس دي تاني، فمش هديله فلوس تاني. لكن لو انت اديته 100 جنيه راح بكره يرجع لك 100 جنيه، خلاص لو فلان بقى عايز فلوس تاني ممكن اديها له عشان انا مصدق ان هو يرجعها لي. يروح بعد مثلا اسبوع يقول لك يا ممكن 50 جنيه، تديله 50 جنيه بكره يرجع لك 50 جنيه. فانت بتعمل نفس الحاجه بس لدماغك. مثلا انا النهارده عايز اروح الجيم، ماشي، تروح راجع من المدرسه ولا راجع من الشغل ورايح الجيم بجد، بتبني كونفيدنس في نفسك، اللي هو انا قلت حاجه ونفذت اللي انا قلته. بتقول لنفسك انا مصدق ان لو انا قلت حاجه هعملها، ده سيلف كونفيدنس. مثلا تعمل حاجات بتفرقك من ناس تانية. يعني دلوقتي يا جدعان انتوا عارفين طبعا الجنريشن بتاعتنا متبهدله، وانا متاكد ان انت نفسك هتلاقيك وقعت في شويه من دول عشان انا نفسي بقع فيهم. مثلا العاده السلبيه، وعشان اجيب من الاخر الضرب، انا متاكد ان ناس فيكم كتير جدا وقعوا فيها زي ما انا بقع فيها كتير جدا، بس انا بحاول اصلحها. ادي واحد، ده بيقلل السيلف كونفيدنس جامد. اتنين، يا اسطى انت بتبوظ كل حاجه. يعني حرفيا الفيب دلوقتي، انت لو شخص بتفيب، كمل الفيديو ده والنبي عشان بجد ممكن يساعدك. الفيب ده حرفيا انت بتدمر جسمك، وانت شخص دلوقتي لو انت قدي يبقى انت عندك 16 سنه بالكتير قوي. لو بتتفرج على الفيديو ده ممكن يكون عندك 18 20 مثلا، عندك يعني في السن ده انت لسه صغير في حياتك، ليه بتدمر حياتك من اولها؟ يعني ايه فيب؟ إيه يعني انت بتعمل ايه؟ حرفيا الناس اللي في سنك بتروح الجيم، تبني جسم حلو، تفتح بيزنس ويبقوا ناجحين، انت قررت تعمل فيب. الفيب ده عمل ايه يعني؟ ده ميكانيزم انت اخترت تعمله لنفسك عشان تعمل كوب وخلاص، حاجه حصلت لك وانت عايز تصلح بيها، يلا يا عم فيب. ايه ده يا عم؟ انت بتعمل دماغ على ولا حاجه. فادي عاده تانية، انت بتعمل فيب لما تبص على نفسك تقول انت بتعمل فيب بتزعل. لو انت ما بتروحش الجيم وانت شخص تخين او شخص رفيع جدا ده بيبوظ سيلف كونفيدنس جامد قوي. انا كان عندي واحد صاحبي رفيع فشخ، حرفيا كان خله، والشخص ده ما كانش كونفيدنس في جسمه خالص. بدا يروح الجيم عمل له عضل حلو، دلوقتي بقى شكله معضل، بقى لما يعمل فليكس شكله حلو يعني، ولسه عمال يتحسن اكتر، لسه في ارياز يظبطها اكتر يتحسن فيها. انا كنت مليان شويه، كنت كل مره ابص في المرايه اشوف شويه جاينو، اشوف شويه كرش كده وما انبسطش من نفسي. فلما رحت الجيم ودلوقتي كتفي بقى عريض شويه، بقيت عندي تشيست حلو، الابز الحمد لله بدات تبان، الفي بدا يبان عندي، بقيت انبسط. دلوقتي ابص في المرايه واقول لنفسي انت بقى شكلك حلو، شكلك عمال يتحسن ودلوقتي شكلك حلو، فبقيت مبسوط. ده بيديك سيلف كونفيدنس طبعا. كل حاجه بتعملها انت بتبقى مقتنع ان هي بتساعدك تديك سيلف كونفيدنس. سيلف امبروفمنت نفسه عباره عن ان هو بيديك سيلف كونفيدنس اصلا. انت بتعمل هابيتس بتحسنك، بتقرا بيحسنك، بتعمل مديتيت بتروح الجيم وبتعمل جورنال، كل ده بيحسنك. فانت عارف ان انت
بتتحسن، عارف ان انت بتحط نفسك في بوزيشن احسن من ناس كتير، ده بيديك سيلف كونفيدنس. اي حاجه بتعملها انت مقتنع ان هي بتساعدك بتديك سيلف كونفيدنس. في دي حاجه كمان، فانا كنت عايز اهايلايت بس الامبورتنس بتاع سيلف كونفيدنس وازاي انت ممكن تعملهم، عشان الناس دايما متخيلين ان هو عادي، بس انت مش متخيل هو بيأتاك ارياز قد ايه. يعني حرفيا 3/4 النيجاتيف افكتس اللي ممكن تيجي لك في حياتك بتيجي من لو سيلف كونفيدنس. السبوت لايت افكت اللي هو لما انت تتكلم وتحس ان كل حد باصص لك، وان انت لو عملت ولا غلطه، عارف اللي هو انت بتتكلم دلوقتي وعملت يا نهار اسود ده بيكح، يعني مش هيحصل حاجه يا اسطى، انت كحيت عادي خالص، انسان طبيعي يعني ما شاء الله، فاهم؟ فدي حاجه inferiority complex، ان انت مقتنع ان انت اقل من ناس كتير جدا، هيبهدل لك كل حاجه. ان انت بتسكند جيس نفسك، يعني انت ممكن تبقى شخص اصلا عشان عندك لو سيلف كونفيدنس ما بتتكلمش كتير، يوم لما قلت انت ممكن تتكلم تقول لحد كلمتين عشان تحاول تساعده، دلوقتي بقيت تفكر فيها. مثلا لاحظت ان انت في واحد صاحبك قدامك ممكن تتكلمه، دلوقتي قلت له حاجه بعديها على طول في ثانيه دماغك يقول لك ايه ده انت كنت ممكن تقول له كده، ايه ده لا ثانيه انت كنت ممكن تقول له كده، انت ليه قلت له كده، طب افرض انت قلت له كده خليه يفكر بالطريقه دي، طب ايه؟ يعني انت حاطط حاجات مالهمش علاقه في بعض ورابطهم في حته كده وراميهم في دماغك. كل ده بيحصل ليه؟ عشان لو سيلف كونفيدنس. اللو سيلف كونفيدنس ده بيفشخ لك حرفيا كل حاجه، فلازم تحاول تبنيه وتعليه. السكند جيسنج ده هيبهدلك في كل حاجه. وحاجه حاجه رابعه كمان، اخر حاجه هقولها في الفيديو ده، ان اللو سيلف كونفيدنس ده بيخليك بيزمستك في كل حاجه. خليني اشرح لك بيزمستك يعني ايه. يعني دايما لما تبص قدام تفكر ان اوحش حاجه ممكن تحصل، بدل ما تبقى اوبتيمستيك اللي هو عكسها يعني، وتفكر ان احسن حاجه ممكن تحصل. انا اقول لك حاجه، الفرق ما بينهم ان انت واحد هتكون دايما بتبص قدام وتقول لنفسك احلى حاجه ممكن تحصل، فيديك بوست، هيديك درايف، هيديك طاقه كده ان انت تكمل. انا ممكن، انا في تشانس كبيره جدا ان انا البيزنس ده ينجح، فانا هفضل اشتغل واشتغل واشتغل واشتغل. انا في تشانس كبيره جدا ان انا جسمي يبقى حلو، يبقى عندي 6 باكس جامدين، فافضل اروح الجيم جيم 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 جيم. في تشانس كبيره جدا ان انا المديتيشن هتديني ستويك مايند سيت، اللي هو مايند سيت كولم كده، كل ما حاجه تحصل اعرف امسك نفسي واعرف اكنترول نفسي واعرف افكر بطريقه صح. فضلت اعمل مديتيت. كل ان انا اقرا هتخليني ابقى مثقف اكتر في حاجات كتيره جدا، هتخليني انجح قدام. فضلت اقرا. ده اوبتيمستيك فيو. البيزمستيك هو عكسه، حرفيا انا باني بيزنس بس في احتمال كبير قوي ما ينجحش. انا رايح الجيم بس في احتمال كبير قوي حاجه تحصل، مثلا يحصل لي ديسك يعني خلاص زحت. هقرا بس في احتمال كبير جدا ان الكتب دي تبقى اوت ديت وما تساعدنيش. فاهم؟ اللي هو حياتك بقى بتبقى سيئه الصراحه، يعني حياتك بتبقى سيئه عشان انت مش بتكسب اي حاجه من ان انت تبص على اي حاجه بطريقه نيجاتيف. دلوقتي بتبص على حاجه بطريقه نيجاتيف وتقول لنفسك ممكن افشل. طب ما احنا كلنا عارفين انت ممكن تفشل، بس لما تفضل تقول لها لنفسك هتفشل، انت المفروض تفكر لنفسك وتفضل تقول ان انا هنجح وفي تشانس ان انا انجح، وهفضل اشتغل واشتغل 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 واتعب في الحاجه اللي انا عايز انجح فيها لغايه ما انجح. وهنجح ان شاء الله. بس لو فضلت تقول لنفسك ان انا ممكن افشل، يعني انا اخويا كان بيكلمني مره كان بيقول لي يا مازن انت بتبص على كل حاجه باوبتيميزم غريب، بتبص على كل حاجه مقتنع ان هي ممكن تنجح. قلت له ايوه صح، ما دي الطريقه اللي انت المفروض تفكر بيها. وقال لي لا انت المفروض تفكر بطريقه بيزمستيك. رحت استغربت له، قلت له يعني ايه طريقه، يعني ايه تفكر بطريقه بيزمستيك؟ راح قال لي ايوه يعني انا هروح الجامعه بس يعني هجيب درجه حلوه في السات، او هقول لك لا اشرحها لك صح. هروح السات بس احتمال كبير قوي اجيب درجه وحشه، بس لو جبت درجه حلوه في السات احتمال كبير قوي ما اخش الجامعه اللي انا عايزها. لو دخلت الجامعه اللي انا عايزها احتمال كبير قوي ما اخش الميجر اللي انا عايزه. لو دخلت الميجر، قلت له انت بتفكر كده ليه طيب؟ قال لي عشان لو جبت حاجه ماشي، يعني مثلا لو جبت ريكورد او لو دخلت السات وما جبتش الدرجه اللي انت عايزها، انت ما تزعلش، انت كنت اوريدي قايل لنفسك انت مش هتجيب درجه. ماشي، بس انت كده ما بتعملش اي حاجه، ما بتحطش نفسك جول عدل، ما بتفكرش بطريقه اوبتيمستيك، فدايما بتبقى يعني حرفيا مقتنع ان انت تفشل. ايه اللي هيساعدك في كده؟ ايه اللي هيخليك تنجح لو انت دايما مقتنع ان انت تفشل؟ ما اعرفش صراحه، انا عمري ما اقتنعت بكده. يعني عمري ما لاحظت ان هي ممكن تساعدك، عشان انت تفكر بطريقه نيجاتيف مش هتساعد، هتضر بس ان انت تفكر بطريقه بوزيتيف لا يا عم، دي عليها فوائد كتير. بتديك درايف وموتيفيشن انت تكمل. بتخليك تفكر بطريقه بوزيتيف اكتر عشان انت مقتنع ان انا ممكن انجح، ان انا شايف ريزلتس. بتديك سيلف كونفيدنس اكتر، بتديك حرفيا كل حاجه اكتر. بس الطريقه بيزميزم يعني اما ما بتديكش حاجه يا اما بتقلل لك كمان، فانت اللي هو ليه يعني؟ بس فيعني سيلف كونفيدنس ليها اهميات عاليه قوي وكتيره جدا، وبجد انت لازم تهتم بيها، عشان انت تسيب حاجه زي دي مش بس هتفك لك السيلف كونفيدنس، هتفك لك كميه الايفكتس اللي انا اوريدي اتكلمت عليهم في الفيديو ده، وكمان هتلاقي فيه اكتر انا ما اعرفهاش.
لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف كونتنت اكتر زي كده، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا وبوزيتيفيتي، وانا عايز املك كوميونتي دي بناس زيك بالظبط. انا الكوميونتي دي ان شاء الله ان شاء الله تتملي بناس زيك بالظبط. ليه؟ عشان الناس دول دايما هيكونوا بيفكروا بطريقه ازاي يحسنوا حياتهم، ازاي الناس كلها على سيلف امبروفمنت. الشعب المصري كده انا ملاحظ ان سيلف امبروفمنت فيه واقع، ما بشوفش ناس كتير خالص على سيلف امبروفمنت في الشعب المصري، مش زي الناس اللي بره مش زي الخليج. بس دايما مش مصري بس، كمان العرب سيلف امبروفمنت فيه واقع. يعني الكونتنت ده مش للمصريين بس خالص، الكونتنت ده للعرب عامه، عشان السيلف امبروفمنت فيهم واقع خالص. وانا مقتنع ان انا لو طلعت على السين ممكن بجد اغير حياه ناس. السيلف امبروفمنت ده مش بس حاجه كده انت شايفها وبتمر عليها وخلاص يعني وهزار، بجد بتغير لك حياتك. انا حياتي راحت من ان انا بفضل اعمل سكرول زيك بالظبط كل يوم، بفضل العب فيديو جيمز زي ما وصلتش لدرجه الفيب يعني، بس كنت بعمل فيديو جيمز وسكرولينج كل يوم، كنتش بروح الجيم عدل، كنت انكونسيستنت، حرفيا كانت حياه سيئه. دلوقتي انا بعمل حاجه انا نفسي اعملها بجد، وبشتغل لحاجه انا نفسي اعملها، وبتديني سيلف كونفيدنس رهيب. السيلف كونفيدنس بتاعي في خلال السنين اللي فاتوا عمل ليفل اب بطريقه بنت كلب. كان عندي حاجه في المدرسه من سنه، لا من سنتين، كنت متوتر جدا قوي قوي بطريقه رهيبه، كنت متوتر قوي. فكنت قاعد دايما في خلال السنه، ولما اتعمل لي انفايت المكان كده حاجه في المدرسه كده، قالوا لي ان انت لازم تيجي كده عشان تعرف الناس الجديده اللي داخله المدرسه، النيو كامرز، على المدرسه بتشتغل ازاي. رحت وكنت متوتر قوي، وشي بقى كان محمر وكنت بعرق وما اعرفش مين عشان انا خايف، مش عارف اكلم الناس اعمل ايه. بس السنه دي دلوقتي لا، مش خالص، يعني مش كده خالص. السنه دي دلوقتي انا الناس بتجيلي وبكلمهم عادي خالص، بتكلم بكونفيدنس، حد يرن ممكن يرن واعمل الحاجه اللي انا عايزها، يعني بقدر اتكلم مع الناس جالي كاريزما كده ما كانتش عندي قبل كده، طريقه كلام وكونفيدنس في نفسي ما كانتش عندي قبل كده خالص. وده كله جيم السيلف امبروفمنت، ده كله جيم الهابتس اللي انا عملت لها ديفلوب من سيلف امبروفمنت. فانا مقتنع ان هي تساعد اي حد، وبالذات هتساعد الشعب العرب عامه زي ما ساعدت الناس اللي بره. فانا كنت عايز اعمل لها سبريد. فالكوميونتي دي انا عايز املاها بناس زيك بالظبط، ناس كلها بتفكر ازاي احسن نفسي، ناس كلها عندهم نفس المايند سيتس. عشان انت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده ومفيش حد جنبك زيك، انا الحمد لله عندي اصحابي، انت ما عندكش كده. فانا قررت اعمل ده ليك انت، عشان خاطرك، عشان يبقى في حد معاك، عشان احنا كلنا مع بعض نعرف نساعد بعض. ولو انت في اي حاجه احتجتها في الكوميونتي ممكن تبعت لي جوه كوميونتي مسج، مثلا انا عايزك تعمل فيديو على حاجه زي دي، اروح اعمل لك فيديو على طول. اصل انت مش مستوعب، انا مش بس هقول لك كده وخلاص عشان تخش الكوميونتي، انت مش فاهم. لو انت قلت لي اعمل لك فيديو وانت كنت شخص تخش جوه الكوميونتي، ده معناه ان مش انت الوحيد اللي محتاج الفيديو. انت قررت ان انت يعني دخلت الكوميونتي عشان هي مهمه كفايه بالنسبه لك، انت شخص قررت كده، تروح انت دخلت وعملت لي سجست الايديا. لو انا عملت الايديا بتاعتك يبقى انا بقنع ناس تانية كتير كان عندهم نفس مشكلتك يخشوا كوميونتي برضه، فانا غصب عني بستفاد. انت لو قلت لي حاجه صدقني انا هستفاد جامد جدا لما اعمل فيديو عليها. فالكوميونتي دي مش هتفيدك انت بس، هتفيد كل حد هيخش، وهتفيدني انا، وهتفيدنا كلنا مع بعض، وكل ما تكبر كل ما الكوميونتي تبقى احسن. لو عايز تخش انا حاطط اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. بس لو عجبك الفيديو اتفضل خش جوه، انا هبقى مستنيك طول الوقت. دايما افتكر خليك مبسوط في كل حاجه انت بتعملها، ابني لنفسك سيلف كونفيدنس، ودايما بص بطريقه اوبتيمستيك لحياتك، عشان الطريقه النيجاتيف مش هتساعدك باي طريقه. اشوفك الفيديو الجاي.